طيب يا تالتة اعدادي، لو كان مديني مثلث فيه ضلعين وطالب الوتر وطالب اي زاويه، عادي جدا. كل اللي انا هعمله هروح جايب الوتر من فيثاغورس عادي، الف ج بتساوي جذر التربيع الى 5 تربيع زائد 12 تربيع. الآلة الحاسبة هتقول لي 13. جميل. جبنا ال 13، تجيب بقى الزاويه دي مجاور على وتر، خلاص ده طلع 13. هنروح نجيب له جتا ج، المجاور ب 12 والوتر ب 13. على الآلة الحاسبة شفت كوزين 12 على ال 13، هتشوف في آخر الفيديو يبقى قياس زاوية ج هتطلع تقريبا 22 درجة و37 دقيقة، وطبعا هوريها لك بالآلة الحاسبة سواء ديت أو سواء ديت، خاص بالصف الثالث الإعدادي. لو عندي مثلث قائم وفيه مجاور وفيه مقابل وعايز وتر وزاوية، المرة دي بقى هتضغط على الشيفت والزائد، كتبت لك بولر، هتروح تكتب ال 12 وبعدين فاصلة، مش عندك الفاصلة هتضغط على الشيفت وفتحة القوس هي اللي تعمل لك الفاصلة. انت قلت انا على الواي هروح اكتب كانت الواي تقريبا ب5، قال لي في لحظة واحدة، قال لي الوتر عندك ب 13 والزاوية ب 22